أنا حاسس إنه كأس العالم أمريكا 2026 حيكون من أسوأ النسخ على الإطلاق، وكل يوم ما أمريكا قاعدة تتحفنا بحاجة جديدة، وده كله قبل بداية البطولة. في الحاجات المتعارف عليها من زمان إنه التوقيت أبدا أبدا ما حيكون مثالي. أنت بتتكلم عن مباريات بتتلعب على الساعة 2 و4 و6 صباحا، فبسم الله الرحمن الرحيم كده الواحد ما حيقدر يتفرج على كل المباريات. ثم ثانيا التوقفات المتوقعة تحصل للمباريات بسبب الطقس، بالإضافة إلى الحرارة المرتفعة اللي حتأثر بكل تأكيد على المنتخبات الأوروبية. وشفنا معاناة لعيبة النرويج وإنجلترا وصعوبة الدخول لأمريكا. وانا هنا مش بتكلم عن المشجع العادي، لا، ولكن بتكلم عن افراد البعثات المشاركه واللاعبين كذلك. وشفنا احتجاز لاعب العراق في المطار لمده 7 ساعات. والقويه انه بعثه منتخب سويسرا وجدوا ثعابين في مقر البعثه واضطروا لتغيير المكان. وبالقرب من مقر بعثه انجلترا كان في حادث اطلاق نار، ودي من الحوادث المتكررة في أمريكا، ومتوقع أنها تحصل كثير خلال البطولة. و بالجد يعني مونديال قطر ما بيتكرر تاني، كان شيء استثنائي من كل النواحي رغم الانتقادات اللي كانت قبل بداية البطولة. ولكن قطر أخرست كل الألسن، ولما تجي تقارن بين المونديالين بتحس بالفرق الواضح.